صحة وهنا. على قلبك. لا طيبة كثير على فكرة. حبيبي أنا والله العظيم طق قلبي بين 4 حيطان، يعني كل ما بجي لدق لك بدنا نطلع مشوار بتقلي ما فيني، والشغل ما عم تخليني اشتغل، لك حتى إذا بدي اطلع يا معك يا مع أهلي، طب شو بدي ساوي؟ لك يا حبيبتي أنا ما بدي إياك تشتغلي لأنه ما بيهون علي بتعبك، بدي إياك تضلي بالبيت ومرتاحة واللي بدك إياه بيجي لعندك. وبالنسبة لشغلي يعني أنا عم بشتغل شغلين، مشان شو؟ مو مشاني أنا وأنتي، مو مشان نأمن مستقبلنا ونأمن بيتنا. بكرة بس نتجوز إن شاء الله ونصير ببيت واحد، بترك واحد من هدول الاثنين، بصير بشتغلي بالنهار 7-8 ساعات وبقضي كل وقتي معك، منيح هيك؟ ماشي الحال، يعني أنا قبلانة نلتقي مرة بالأسبوع ما عندي مشكلة، بس أنت حتى التليفون مستكتره علي، كل ما بدق لك بتقلي يلا عندي اجتماع بس بدي سكر، يعني والله العظيم مو طبيعي هيك، حس فيني شوي. لك صدقيني حاسس فيكي، بس والله شي طبيعي، يعني واحد بشغله ومضغوط بالشغل، شي طبيعي يقول لك يلا سكري او برجع بحكي معك. نفس الشي وقت اللي برجع على البيت بكون تعبان هلكان ميت، عم اشتغل 16-17 ساعة، يعني ما بصدق اوصل لنام وبلش يوم جديد كمان في نفس الشغل ونفس الجهد ونفس التعب. طيب قوم ناضيني مشوار. حتى بيوم عطلتي بدك يعني اطلع؟ والله العظيم طاقة قلبي ومالل، مثل ما انت مالة من قعدة البيت انا مالل من الشوارع والطرقات والاماكن العامة. خلص خلينا هون هلا بنعمل كذا نشاط وكذا مشروع. ويا ستي بكره احملي حالك واطلعي مشوار انت وامك، وهلا بعطيكي مصاري، اي شيء بتشتهيه اشتريه واعتبريها صلحة، منيح هيك؟ لا حبيبي ما تعذب حالك، أي ما اسوي لك فنجان قهوة. خليكي ما بدي قهوة، عم بشرب عصير هلا. بعرف انك زعلتي بس خلص كل شيء رح يصير مثل ما بدك، بس اعطيني شوية وقت. اوكي. يا الله منك يا وائل، لإمت بدك تضل بهي العادة؟ والله طق قلبي. قال الوحدة بتنخطب لحتى تشوف حياتها، إلا أنا شكله من هلأ قابرني بالبيت. الو مرحبا علاء، انا اسفه عم دق لك بهذا الوقت، بس صار لي ساعه عم دق لوائل وما عم يرد علي. رجع شي على البيت؟ اهلين حنونة. ايه اجا مثل العادة وحط راسه ونام وموبايله ما فيه شحن. اه ايه خير ان شاء الله. فيكي شي حنين؟ ايه والله يا علاء فيني، ما عم يعطيني ولا شي من وقته، كل الوقت هامني. بسيطة طولي بالك ما بدها هالقد، بعدين كلنا هيك يعني قاعدين ومالين ومنسلي حالنا شوي من هون وشوي من هون. علاء انت شورك من راسك، بس انا مانعني اتحرك وفوت غير يا معه يا مع اهلي، شو بدي اعمل؟ بسيطة بكل الأحوال بس تحسي حالك ضجرانة فيك تحاكيني، أنا جاهز أسمعك. طيب ماشي اتفقنا على اللوقا. باي باي. تفضل حبيبي. شكرا زيد فضلك. تفضل على اللوقا. شكرا. يا ويلكم. هاتي لشوف، احكي. شو بك عن شو بدي احكي؟ فيك شي؟ لا ما في شيء، بس كنت حابب اسمعك، بس شايف انه الافضل لا انا احكي ولا انت، خلي علاء هو اللي يحكي. تفضل. أخي أنت بتعرف كل شيء وأنا حكيت لك يلي عندي. حنين أنا خبرت أخي بكل شيء صار بيناتنا، وأنا مستحيل خليه يتزوج وحدة مخدوع فيها. أول ما حست بالفراغ وعدم الاهتمام قررت تعبيه مع شخص تاني حتى لو كان أخوه. لا تصدقوا، هدول يعني كم محادثة بريئين، أصلا ما في شي من هاد.
بريئين قلتي لي؟ يا عيب الشوم عليك. وصورك اللي بعتي له اياهم واعترافك له بانك اخطأتي الخيار وانه انا مو المناسب. لك والله ماني زعلان، ماني زعلان على حالي، بس زعلان على الشغل والوقت والتعب والجهد اللي بذلته كرمان امنك وامن حالي وامن مستقبلنا سوا. اخر شي بلاقيكي عم تعبي فراغك العاطفي ومع مين؟ مع اخي. وائل لا تظلمني اكثر من هيك. حاولت كذا مره اتصل فيك وانت ما في غير تسكر بوشي، بس كان بدي حدا فضفض له، ويعني مشان هيك انا حكيت مع اخوك. مشان هيك، مشان تعبي وقتك. يعني ما كان فيكي تعبيه بشي مفيد مثلا؟ ما كان فيكي تقرأي لك شي رواية، تتعلمي لك شي طبخة، لك تفتحي هذا اليوتيوب التعليمي تسألي عن حياة الزوجية القادمة وكيف لازم تكون وكيف بدك تربي أجيال. صدقني هيك كانت تعباية فراغ، مو أكثر من هيك. صدقني أنا مستحيل خونك أصلاً. ما فيني صدقك. اكتشفت إنك كتير مرباية وكتير محترمة، وبما إنه كانت بس تعباية فراغ فأنا وأخي بنعتذر منك، مو نحن الأشخاص المطلوبين. عبي فراغك مع حدا من نفس نمرتك.